تحياتي. النهاردة هنعمل كيك السويس رول. كيك سهل قوي بس هو صنعه في التقديم مختلف. اول حاجة هنجيب 3 بيضات وعليهم شوية فانيليا، وهنضربهم مع معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ولما ما يرتفعوا كده هننزل بنص كوباية من السكر البودر وربع كوباية من الزيت، وممكن تستبدلي الزيت بسمنة او زبدة. وبعد كده اما نضربهم تاني ويرتفعوا هننزل بكوباية من الدقيق وعليهم رشة ملح. كيكة سهلة خالص، لحد دلوقتي بنعمل كيكة بس القوام بتاعها مش هيبقى مرتفع قوي زي الكيك بتاعنا العادي. وهنجيب صينية، والصينية دي ما بتلزقش، او نستخدم ورق زبدة وهنرش عليها شوية انا رشة بودر من الشوكولاتة او الكاكاو، وهنزل بقوام الكيك عليها. هفردها بس سمك رفيع، سواء بقى الصينية دي ليها حواف مثلا مرتفعة او مربعة وبيبقى الحواف بتاعتها قليلة. المهم ان انا هعمل يعني هخلي الكيك ما يبقاش كتير، يعني ممكن اقسمه كمان على مرتين عشان اضمن انه مش هيرتفع اكتر من كده يعني. وهدخله فرن رف اوسط درجة حرارة 170. لما يطلع لازم بقى الحتة دي تجهزي فوطة وتدهنيه على طول. بقى هدهن دي كريم شانتيه، والتانية هدهنها هحشيها مربى بسرعة قوي وهي سخنة كده. هبتدي الفها في الفوطة دي عشان تبقى تتطبع على الشكل الاسطواني دون. وبعد كده هدخلها واحطها في كيس كمان عشان الهواء او السخونية بتاعتها ما تطلعش وتفضل متطبعة على شكلها الاسطواني ده وما تنشفش معايا. وهدخلها التلاجة زي ما هي كده بالشكل الملفوف دون لمدة مثلا ساعتين 3 ساعات، وبعد كده هطلعها واقطعها قطع صغيرة. سهلة قوي بس المهم تشتغلي فيها بسرعة قبل ما تبرد وتاخد وضعها وما نعرفش نلفها. بس كده طعمها حلو ولذيذ، وهي كيكة سهلة، واتمنى ان الوصفة تعجبكم.